بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا المكان وهو منزلي، وأنا سعيد جدا بالمناسبة السعيدة دي إن أنا شفت النهاردة الحاج تبعي العوادلي اللي نفسي أشوفه من زمان، وشاءت الظروف في المناسبة السعيدة بتاعة عقد قران، مناسبة عقد قران نجله وزميلنا وأخونا حبيبنا كلنا الأخ هشام العوادلي، اللي كانت مقامة يوم 17/5 في نادي الزراعيين، واتعمل مهرجان يعني نمسك الخشب ما حصلش، الحمد لله، وكلنا فرحانين برؤياه. ويتفضل بكلمة لنجله، وموجود معانا الأخ أحمد العوادلي والعريس، وهنشوف بقى الحاج تبعي هيقول ايه. ألف مبروك يا هشام، احنا فرحنا لك كتير قوي. إن شاء الله سنتلو آيتين من كتاب الله من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. اهلا وسهلا بكم، وانا سعيد جدا مرة تانية بقول وبكرر ان انا قاعد مع والدي الثاني اللي هو عاش مع والدي طول حياته، وطبعا والدنا كلنا اللي هو الحاج تبعي والد الكل. النهارده انا سعيد جدا جدا اللي بتكلم معاه في البيت، وعايز اقول له ايه يا حاج تبعي، يوم الفرح انت كنت فين؟ كنت قاعد في البيت. طب ما جيتش ليه؟ لا على البيت ما فيش فيه حد دلوقتي، حطيت فانا قعدت في البيت احسن. يعني انت كنت خايف على حاجه تتسرق من البيت؟ لا جايز ورايا صلاة العشاء الجامع، انا الامام اللي بصلي في الجامع. وقال لي اقعد بقى في البيت. احنا كنا عايزينك مش عشان حاجه، عشان نستبارك والفرح يبقى كله بركه برؤياك. الحمد لله ما دام انتوا كفايه. الله يخليك. الاخ هشام هيقول لابوه حاجه؟ دعواتك وبتاع وكده. تعالى هنا شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا ان ربنا ادى لابي طول العمر والصحه والعافيه لكي يعيش ويحضر قرايه فتحتي وكتب كتاب، وربنا يديله طول عمر ويعيش برضه ويشوفني في بيت الزوجيه يا رب، لان هو بصراحه يعني بركه العيله وهو اللي رباني. وطبعا الواحد لو عاش طول عمره برضه ان هو ربنا على الدين والتدين، والحمد لله ومعاملتي مع الناس كويسه قوي والحمد لله. والله كل الناس بتحبك الحمد لله يا حاج جلال. وما يدل ان الناس كلها يعني كانت يوم الفرح عايزه تعمل كل اللي عندها. الحمد لله. ده طبعا